نزلت فيديو عن الادوات اللي بنحتاجها في اي امتحان، وازاي بظلل، وازاي التعامل مع البابل شيت والحاجات دي. وعلى فكره دي حاجات تنفع الطلبه اللي في الكليه وكمان الطلبه اللي في الثانويه والازهر والكلام ده. هو على القناه عموما 8 دقايق يا اخي قاعده بحرق في صوتي وبقول لكم على الحاجات اللي هتفيدكم فعلا، واليكم الكومنتات في الاخر. بقول لكم يعني بصراحه يعني انتوا ضحكتوني ودمكم خفيف، عشان كده ما اتخانقتش مع حد فيكم. واحد بيقول لي هو كل واحد ربنا كرمه هيجي يقرفنا. والله ما انا سامع الفيديو. يعجبني فيك يا استاذ المنهج في شهرين، خدت اسمك على فكره قبل ما تمسح الكومنت، مش هاخد سكرين. يعجبني فيك يا استاذ المنهج في شهرين ان ايمانك قوي، يعني انت عارف ان ربنا كرمنا، بس مش عارف برضو ان ما ينفعش تقول لي يقرفنا ومش يقرفنا. الثانيه بتقول لي انا لو راح افجر المدرسه مش هاخد المعدات دي. هاخد كل دول ليه وانا رايح سكن جامعي؟ جرايه يا ابني انت وهي، انتوا خدتوا عليا قوي. وبعدين سكن جامعي ايه اللي رايحه وانا بقول لك خد معجون السنان والفرشه معاك؟ بس احب اقول للناس اللي كتبت الكومنتات دي على الفيديو وغيرها كتير، انا طلعت اكتر 3 كومنتات يعني ضحكوني. افتكروني في اللجنه لما تلاقي حاجه انت محتاجها وما تلاقيهاش في شنطتك. قلت على بديل للشنطه اصلا، لان انت المفروض هتقعد تفتش، فبدل ما اخد شنطه تتفتش البديل اللي انا قلت لك عليه احسن. انفلو يا ابني. سلام.